لو أنت من مواليد برج القوس أو طلعك القوس، فنبتون قرر أخيراً يغير مكانه ويدخل برج الحمل يوم 26 يناير. ومش بس كده، ده ناوي يربع ويستقر هناك لمدة 13 سنة، يعني مكمل معانا بإذن الله لحد سنة 2039. الفترة دي في حياتك عاملة زي ما تكون ماشي في ممر بين الحقيقة والخيال. الدنيا حواليك مليانة سحر، وفي طاقة نبتونية مأثرة على بيتك الخامس، هو بيت المتعة، بيت الإبداع، الرومانسية، الأطفال والمغامرة. وده معناه إنك داخل على مرحلة فيها كمية مشاعر وإبداع مش طبيعية، بس في نفس الوقت محتاج تفتح عينك وسط الزحمة دي عشان ما تتهش. خلونا نبدأ بالحاجة اللي شغلة بال ناس كتير، الرومانسية. الفترة دي انت قلبك مفتوح على البحري، وممكن تلاقي نفسك بتنجذب لناس بطريقة روحانية عميقة، وبتحس انك لقيت توأم الروح. الإحساس ده جميل جدا، بس نبتون ده كوكب الخداع برضه، وممكن يخليك تشوف الشخص اللي قدامك بمواصفات مش موجودة فيه أصلاً، يعني ترسم له صورة الملاك وهو يعيني غلبان، أو يمكن يكون ريد فلاج ماشي على الأرض وإنت مش شايف. نبتون هنا بيشتغل زي الفلتر اللي بيجمل الوشوش، بيخليك تقع في حب الحب نفسه، مش في حب الشخص الحقيقي اللي قدامك. ممكن تلاقي نفسك بتبرر تصرفات غريبة، أو بتغمض عينك عن عيوب واضحة زي الشمس لمجرد إنك عايز تعيش الحالة الرومانسية دي. أنت في حالة سكر عاطفي، والمشكلة إن الفوقان منها بيبقى صعب لو ما كنتش واعي من الأول. نبتون بيحب الدراما والقصص اللي شبه الأفلام، فممكن يخليك تنجذب لشخص غامض أو حد محتاج إنقاذ، وتفتكر إنك البطل اللي هيصلح حياته، وفي الآخر تكتشف إنك كنت عايش في وهم كبير. علشان كده في الحب بالذات لازم تكون حذر جداً. نبتون ممكن يفتح قلبك ويخليك مكشوف تماماً، وده بيخليك صيد سهل للناس اللي بتحب التلاعب أو الاستغلال العاطفي. الناس اللي بتعرف تعزف على أوتار المشاعر هتحس بيك وهتحاول تقرب، فلو سمحت ما تمشيش ورا قلبك وهو مغمى عينيه. الحظ الحلو إن نبتون زي ما بيعمل غشاوة، هو كمان بيقوي الحاسة الستة عندك بشكل مرعب. لو وقفت مع نفسك لحظة هدوء، هتسمع صوت جواك بيقولك ثق في حدسك ده جدا، هو ده البوصلة اللي هتحميك من إنك تلبس في الحيط. لو حسيت بانقباضة في قلبك، اهرب فوراً وما تحاولش تقنع نفسك بالعكس. ونصيحة تانية مهمة جداً، ده مش وقت جواز سريع خالص. لو لسه عارف حد بقالك كام أسبوع أو حتى شهرين واتولدت بينكم مشاعر انفجارية، اوعى تاخد خطوة رسمية دلوقتي. نبتون بيخلينا نشوف اللي إحنا عايزين نشوفه، مش الحقيقة. لازم تدي لنفسك وقت كافي تدرس فيه الشخص ده في مواقف حقيقية، بعيداً عن كلام الحب والأغاني. خد وقتك في التعارف. نصيحتي ليك هنا، ثق في حدسك. لو حسيت إن في حاجة غلط، حتى لو مش عارف تفسرها، يبقى غالباً في حاجة غلط. ما تبقاش مندفع وما تاخدش قرارات مصيرية زي الجواز. ادي لنفسك وقت، لأن نبتون بيبني قصور في الهوا، والواقع محتاج أساسات طوب وأسمنت. وبما إننا بنتكلم عن المشاعر والارتباط، لازم نلمس جانب مهم جداً، وهو الخصوبة. الطاقة دلوقتي في أعلى مستوياتها، ولو أنت مش بتخطط لبيبي جديد في العيلة، لازم تاخد احتياطاتك كويس جداً، لأن احتمالية الحمل بالصدفة أو من غير ترتيب مسبق واردة جداً وبقوة. أما لو عندك أطفال فعلاً، فالعلاقة بينكو هتاخد شكل تاني خالص. هتحس إنك فاهمهم أكتر، شايف نقط ضعفهم وحساسيتهم بوضوح، وهم كمان هيحسوا إنهم محتاجين لك تجنبهم أكتر من أي وقت فات. دي فرصة ذهبية إنك تقرب منهم، تسمعهم بقلبك مش بودانك بس، وتكون السند اللي بيحتويهم بجد. بص بقى، لو ركننا العلاقات والعاطفة على جنب وركزنا في الكنز الحقيقي اللي عندك دلوقتي، هنلاقي إن طاقتك الإبداعية واصلة لمرحلة العلالي فعلاً. أنت دلوقتي بتعيش حالة من التوهج الفكري والروحاني اللي ما بيجيش كتير. لو أنت فنان تشكيلي أو بتألف مزيكا،
فأنت حرفياً عندك موسيقار جوه دماغك مش بيبطل عزف. الإلهام مش هيخبط على بابك بالراحة، لأ، ده هينفجر في وشك من مواقف بسيطة جداً. ممكن كلمة في أغنية أو مشهد شفته وانت ماشي في الشارع يفتحوا في خيالك رواية كاملة أو فكرة مشروع تقلب الموازين. نبتون في بيتك الخامس بيخليك زي الإسفنجة اللي بتمتص كل الجمال اللي في الكون وبتحوله لصور وخيالات مدهشة. هتحس إنك مكشوف على عوالم تانية، وإن أفكارك ليها طعم مختلف، فيها حتة سحر كده ما بتتفسرش. بس خد بالك، لأن نبتون ملوش حدود، وهنا بيجي فخ التوهان اللي حذرتك منه. انت ممكن تغرق في بحر من الأفكار الحلوة وتلاقي نفسك عندك تخمة إبداعية، يعني عندك 1000 فكرة الفيلم و10 إلحان لسه ما كملوش و3 روايات بدأت في أول صفحة فيهم وركنتهم. نبتون بيحب الحالة مش النتيجة، فممكن تكتفي إنك تعيش في أحلام اليقظة وتتخيل نفسك وإنت ناجح ومشهور وبتاخد جوائز، وتنسى خالص إنك تمسك القلم أو تفتح اللابتوب وتبدأ تنفذ. الخيال عندك دلوقتي واسع لدرجة إنه ممكن يستهلك طاقتك كلها في التفكير بس، وتلاقي الأيام بتجري منك وإنت لسه محلك سر، غرقان في جمال الفكرة من غير ما تخرجها للنور. انت دلوقتي في مرحلة تجسيد الأرواح، يعني بتجيب الفكرة الروحانية الطايرة في الهواء وبتجسدها في مادة ملموسة. ده وقت الشغل التقيل، وقت إنك تحول الفن لاحتراف. الفترة دي دعوة إنك ترجع تكتشف الطفل اللي جواك من غير ذنب ولا تأنيب، تلعب، تضحك، وتجرب الحياة بخفة دم وبساطة. بس وانت مستمتع خليك واعي، مش كل كلمة حلوة صادقة، ومش كل شخص باين مثالي هو كده فعلاً. ما تمشيش ورا اللمعة السريعة ولا الوعود السهلة، لأن الحقيقة دايماً بتبان في الأفعال مش الكلام. اختار الناس اللي وجودهم مطمئن، اللي تحس معاهم بالأمان والثبات، مش بس الإبهار اللحظي. دول اللي يكملوا معاك الطريق بجد. استمتع بالإلهام اللي حواليك واشتغل على موهبتك بخطوات واضحة، وافتكر دايماً إن دعم عيلتك هو ظهرك الحقيقي. نبتون في الحمل ممكن يفتح لك رؤى كبيرة، بس النجاح هنا محتاج تركيز وتنفيذ مش أحلام بس. خليك جريء بس رجلك ثابتة على الأرض، علشان لما الموجة تهدى تلاقي نفسك واقف صح ومحقق إنجازات حقيقية تفرحك بجد.